كارثه. كان نفسي ابقى ظابط، يعني مفيش حد بيشتم، نفسيات مش سالكه، فاهمه؟ ما عنديش شمعه مفضوحه. تلاقيه انت شكلك هتكمل. لو ما كانش انت انا ما كنتش هتجوز. انا شخصيتي بتابجريد بسرعه قوي. كان ابيض غسلته مع حاجه حمراء. انت لي ولكنك لا تعلم بعد، انا وانت بلا نهايه بلا بعد. بسمة داوود ممكن نتعرف سيزون 2 اول مره. هاي بسمة، انا انجي، ممكن اتعرف؟ انا بسمة داوود. قولي لي مبدئيا كده، عايزه اعرف اسمك زي ما مكتوب في شهاده كليه حقوق انجليزي. اصلا بسمة حسن عبده حسن داوود. طيب بمناسبه كليه حقوق انجليزي، اشمعنى اخترتي حقوق بالذات؟ ما كنتيش عايزه تدرسي تمثيل خالص؟ لا، ما كانش في دماغي اصلا وقتها، يعني كان التمثيل مش في الخطه خالص. خليني اتعرف عليكي اكتر من خلال برجك. انت مواليد 18 فبراير، يعني برج الدلو. هقول لك شويه مميزات وعيوب وتقولي لي انت برج الدلو بنسبه كام في الميه. نبدا بالمميزات. اول حاجه طولة البال، بيسمع اللي قدامه لمده طويله جدا. جدا. خلقك مش ضيق يعني. لا، خلقي ضيق في حاجات تانية، بس مش في اني اسمع، يعني انا بسمع كويس جدا. تاني حاجه رومانسي جدا بشكل كبير. طب قولي لي مثلا لما بتبقي بتحبي حد بتعبري له عن حبك ازاي؟ بقول بعمل مفاجآت او كده، بس بحب اقول. بتحبي يتعبر لك ازاي بقى عن حب حد ليكي مثلا؟ يتقال وانها تبقى مواقف واضحه بيبان منها الحب. تالت حاجه متسامح وقلبه ابيض. لا مش صح ولا؟ لا مش صح. متسامح بس قلبي لا مش ابيض. هتفضلي فاكره كده كده لو حد اذاكي يعني؟ او لا بكتب. بتكتبي اصلا في نوتس او كده؟ عشان بنسى. بكتب عندي في النوتس دايما انا اتخانقت مع كذا عشان ايه، علشان اوقات انا بنسى فبرجع اتعامل عادي، فالتاني بيفتكرني هبله. ولا انا كاتبه كل لا حاجه؟ انا عارفه كل حاجه فبكتب عشان ما انساش. نبدا دلوقتي بقى في العيوب. اول حاجه كسلان قوي. يا لهوي. قوي. لو انا ما بشتغلش، لو انا مش ورايا حاجه فانا قاعده على الكنبه. مش هتقومي كده كده؟ بحب قعده البيت قوي. كده كده لو عندك خروجه او انك تقعدي في البيت هتفضلي قعده البيت؟ هجيب الخروجه في البيت، يعني هجيب صحابي في البيت. الكنبه بالنسبه لي ليها دور مهم في حياتي. مش بيعبر عن اللي مزعله وبيفضل يكتم جواه كتير قوي. انا مش شخص بيتكلم عن مشاعره. بكتم يعني مش لازم. ممكن تبقى في موقف مضايقني افضل متضايقه مع نفسي لغايه ما ابقى كويسه برضو مع نفسي. تالت حاجه ثقه مفرطه في الناس من قبل ما يعرفهم اصلا. كارثه. دي مشكلتي على فكره، لان انا دايما كنت بقول ادي للناس ثقه واشوف هم بقى قدها ولا لا. لغايه ما حد يثبت العكس. طلع العكس. كذا مره حصل لك اتخدعتي في الموضوع ده؟ الناس مش دايما زي ما انت بتبقي مقدراها، يعني الواضح ان انت لازم تبقي مش واثقه لغايه ما تتبني الثقه، بس يعني مش عارفه اعملها قوي. انت ما كانش في دماغك التمثيل خالص؟ ما كانش على بالك؟ طب قولي لي، كان نفسك تبقي ايه وانت صغيره؟ واصلا اول كاستنج تمثيل رحتي خالص كان عامل ازاي؟ كان نفسي اصلا وانا بقى صغيره، كان نفسي ابقى ظابط جدا، وبعد كده ما اعرفش ما توفقتش ليه. يعني ما عرفتش الطريقه بتاعتها، فدخلت حقوق. اول كاستنج ده كان وحش قوي. كنت رايحه اوديشن اصلا مش فاكره مع مين، فحفظت كل حاجه ودخلت اقول الكلام، فهو قال لي انت مش حافظه، اتفضلي اخرجي بره احفظي وارجعي تاني، علشان قلت حاجه يعني كانت المفروض مهندسه ديكور او حد بيتكلم انجلش، فقلت كلمه انجلش بدل كلمه عربي علشان هي دي طريقتها، فطردني بره. انت عارفه المشكله ان انا نسيته، يعني انا لو اشتغلت معاه دلوقتي مش هفتكره عشان ما كتبتش. بمناسبه سيره بقى وانت صغيره، انت كنت طفله شقيه ولا هاديه بقى وخجوله وقاعده على جنب كده؟ كنت طفله كارثه. كنبه ما بتحركش والله، تحطيني هنا لا هتكلم ولا هتحرك ولا اعمل اي حاجه لغايه ما تيجي تاخديني، يعني عمري ما تهت، عمري ما حصل لي حاجه، ما بتحركش. كنت طفله هاديه جدا. نرجع تاني للتمثيل. انت كنت مرعوبه من ردود افعال الناس عليكي. لما دلوقتي حد بقى بيشكر في اعمالك وبيحسسك بنجاحك قوي، بتحسي ان انت عايزه تقولي ايه لنفسك؟ بحس ان انا عايزه اقول لنفسي شاطره ان انا عرفت اعمل كده، لان دي كانت بالنسبه لي حاجه مرعبه. فكره ان الناس تتفق، يعني هو حصل ان الناس اتفقت في لحظه ما ان بسمه شاطره او بسمه موهوبه، كل الناس تقريبا في لحظه معينه، فدي كانت بالنسبه لي غريبه. يعني مفيش حد بيشتم، مفيش حد بيتريق، مفيش اي انتقادات. مفيش اي حاجه خالص. فكانت بالنسبه لي لحظه مهمه قوي، لان انا يعني دايما كانت الحاجات حد بيقول حلو وحد بيقول وحش فده طبيعي، او حد بينتقد او الحاجات دي فدي طبيعيه، بس ان كله بيقول حلو كنت مخضوضه. طيب انت كان مين اصلا اكتر حد بيشجعك على خطوه التمثيل لما رحتي قلتي لاهلك انك عايزه تمثلي وكده؟ انت اللي كنت بتشجعي نفسك؟ انا دايما انا اللي باخد القرارات وبمشي فيها، يعني اهلي بيسابورت جدا، بيساندوني في القرار اللي انا باخده، بس قبل كده لان انا دايما بعمل حاجات، دايما بدخل شغلانات، بعمل حاجات، فهم بيساندوني لما انا بدخل فيها. هم ما كانوش عندهم اي اعتراض على موضوع ان انت كانش عندهم فكره اصلا؟ انتش قايله لهم اصلا محدش انك كان عايزه عارف تمثلي حاجة. او اي حاجه؟ انت لما بتتضايقي بتحبي تبعدي وبتفصلي كده لغايه لما تاخدي وقتك،
مش بتحسي ان انت يجيلك لحظه كده هتنفجري من كتر ما انت كاتمه؟ ما بحبش ان حد يدخل يهديني او يتكلم معايا او الحاجات دي، ما هاخدك على قد عقلك كده كده مروحه فخليكي تقولي الكلمتين اللي انت عايزه تقوليهم، هكمل لغايه ما اخرج لوحدي. انت دايما مهتمه برشاقتك وصحتك وبتروحي الجيم على طول، عمرك ما لعبتي اي رياضه ولا دايما جيم بس؟ لعبت كاراتيه وانا صغيره وما كملتش، كيك بوكسنج وانا كبيره، ولعبت باليه وانا كبيره 28 سنه. فطب ما حسيتيش ان انت عايزه تكملي في اي حاجه منهم مثلا؟ اوريدي انا بكمل فيهم بس الوقت مش مساعد قوي، يعني الباليه بقى صعب قوي لان جالي اصابه وقتها كبيره، كنت كبيره برضو ان انا ابتدي العب باليه. بس الكيك بوكسنج لغايه دلوقتي بحبه واحب ان انا اكمله، بس مفيش وقت. بس الجيم هو اول حاجه يعني بالنسبه لي. هو اسهل حاجه. بمناسبه الرشاقه كنت ميس ايكو ايجيبت في 2020 صح كده؟ طب يا ريت بقى تقولي لي شويه تيبس اند تريكس كده عشان الست تكون جميله وناجحه. ان الست تبقى ناجحه ان هي تبقى دايما بتسمع بس ما بتقتنعش بكل حاجه. في ناس كتير ممكن تقول لك انت كنتي هنا كويسه، انت كنتي هنا الله انت شاطره، انت مش عارفه ايه، ويجي لك كومنت واحد مثلا لا انت هنا كان عندك مشكله في كذا، فانت تقدري تفرقي ان الكومنت ده حقيقي ولا نفسيات مش سالكه، فاهمه؟ حد عايز ينكد عليكي وخلاص. اه. طب انت لما بتحسي ان حد بينتقدك لمجرد النقد كده بتعملي ايه؟ انا لا اهتم، يعني بهتم جدا بالناس اللي بتنتقد بس ناقد ده حقيقي. في ناس مثلا ممكن تقول لي انت هنا عملتي كذا كان هيبقى احسن لو عملتي الطريقه دي او بتاع، بسمع وبشتغل على نفسي. بس ان انا اي حد يقول لي اي حاجه ماشيه وراه لا، ما بعملش كده خالص. انت قلتي قبل كده ان انت بتحبي تطوري من نفسك على طول ودايما بتشتغلي على نفسك. انت بقى لما بتحسي ان انت محبطه ومتشائمه كده بتعملي ايه عشان ترجعي طاقتك تاني؟ بتمرن وباكل قوي، ببوظ اكل. طب انت ايه اكتر اكله بتيجي على بالك اول ما تكتئبي كده؟ بحب قوي الشيبسي. تحبي سناكس يعني مش وجبه؟ لا يعني انا لو عايزه ابوظ انا مشكلتي في الشيبسي، مش حتى مش الشوكولاته، الشيبسي. انت متجوزه يا دوب تقريبا من 8 شهور بس. الجواز طلع زي ما انت كنت متوقعاه؟ كان احلى اوحش ولا ايه؟ احكي لنا. انا ما اعرفش ليه الناس ما بتقولش الموضوع ده، يعني لما بيطلع وحش بيقولوا بس لما بيطلع حلو بيخبوا، بس هو طلع حلو. الناس تقريبا بتبقى خايفه من الحسد شويه، ما بيحبوش يقولوا، بيداروا على شمعتهم. انا ما عنديش شمعه. مفضوحه. حاجه مثلا كنت متوقعاها في الجواز طلعت مش زي ما انت كنت فاكره، او العكس مثلا؟ حاجه كنت متوقعه في الجواز ان احنا دايما هنبقى عارفه الاثنين اللي بيتقال عليهم ايه ده يا جماعه، دول على طول مع بعض ودول على طول بيخرجوا مع بعض، ان دي حاجه يعني غريبه والناس مش متعوده عليها. انا بقيت بعمل كده، بقيت من الناس دي. فزمان كنت بتريق على الناس اللي كده فردت فيا في الاخر. قولي لنا اكتر 3 صفات بتحبيهم في جوزك السيناريست هاني سرحان. بيشجعني جدا جدا على اي حاجه انا عايزه اعملها، في ظهري دايما، وان احنا بنعرف نتكلم، بنعرف نتناقش لغايه ما نوصل للي احنا عايزين نوصل له. حنين جدا. انتي قلتي قبل كده عشان تحبي الراجل اللي قدامك لازم تثقي فيه ثقه عمياء. طب انتي بقى لو حسيتي ان هو بيلعب بديله كده ولا كده هيبقى ايه ردة فعلك؟ هسيب الدنيا تثبت لي، مش هسعى او مش هجري ان انا اثبت لنفسي حاجه، بس انا ذكيه قوي في الحاجات دي، مش لازم يحصل حاجه، انا ممكن من صوته هعرف ان في حاجه مش مظبوطه. اخر عمل ليكي كان الوصفه السحريه، مش عايزه تقولي لي الوصفه السحريه لحياه زوجيه سعيده ما فيهاش مشاكل خالص؟ ما فيش حاجه تخليكي سعيده ومبسوطه وما فيش مشاكل، ما فيش حاجه في الدنيا كده، لان انا لو قلت لك حاجه هتنفع معاكي مش هتنفع مع غيرك، بس في حاجات ممكن تبقى بيزكس، فاهمه؟ يعني لو الاثنين دول بيتفاهموا بيعرفوا يتكلموا مع بعض، صحاب، يعني انا وهاني صحاب قوي، يعني بنقول لبعض كل حاجه اللي ينفع تتقال واللي ما ينفعش تتقال، ودي حاجه مخليانا حتى لو احنا متخانقين نعرف نتكلم. قصه حبكم بدات ازاي؟ انا كل حاجه في حياتي حصلت صدفه، كل حاجه، التمثيل صدفه، الشغل اللي قبله صدفه، هاني صدفه، كل حاجه صدفه. هاني انا وهو من المنصوره وما عرفناش بعض من المنصوره، مع ان ما بيننا ناس مشتركه كتير جدا، وانا وهو في نفس المجال وما عرفتوش برده من الشغل، عرفته علشان انا بالصدفه نقلت في العماره اللي قدامه، اكتشفت بعد كده ان انا في العماره اللي قدامه، كنتوا جيران بقى، فبقينا جيران، فيعني انا شايفاه وهو في البيت وانا في بيتي، فالموضوع صدف كتير. تقولي ان التمثيل برضو في حياتك كان صدفه قوي، انت بعد الاوديشن بتاعك اللي كانش ناجح قوي في الاول ده، بعدين ما حسيتيش اللي هو لا خلاص بقى انا مش هجري ورا الحلم ده تاني وخلاص كده؟ ما هي دي المشكله، ان انا ما بعرفش اعمل كده، انا مفيش حاجه انا ببقى عايزه اوصل لها ما بعرفش اوصل لها، يعني بركز فيها جدا وبشتغل على نفسي وبعمل كل حاجه، والموضوع خلي بالك اخد معايا يمكن 10 سنين لغايه ما ابتديت امثل. يعني في الاول كان الموضوع مش ان انا عايزه امثل، وبعد كده يعني اخدت ورك شوب تمثيل وكل حاجه، بس ان انا عايزه ابقى ما بتكسفش عشان كنت بتكسف قوي، وبعد شويه لقيت ان انا بترشح لحاجات وبروح اعمل اوديشن وما بياخدونيش وما بيعبرونيش، محدش بيرد، اصلها كبيره، اصلها صغيره، اصلها طويله، فاهمه؟ بيبقى فيه تفاصيل كتير كده لغايه ما في الاخر اول حاجه اشتغلت فيها انا ما ساعدتش فيها، انا سعيت قبلها 10 سنين، بس هي اول حاجه انا ما ساعدتش فيها. احنا كده خلصنا اول فقره، دلوقتي هنخش على تاني فقره اسمها كومنت.
احنا في الفقره دي دعبسنا وراكي على السوشيال ميديا، وهنسالك عن شويه حاجات كتبتيها او صور كنت حاطاها وكده، وتقولي لنا ايه حكايتها. انت حاطه بوست في 7 نوفمبر 2019 مع الشاي بلبن، كاتبه شكرا انك كنت موجود معايا في كل الاوقات، واقف جنبي دايما. يعني انت اللي عايز يكسب قلبك يجيب لك شاي بلبن ولا ورد؟ شاي بلبن. قبل ما اتجوز هاني قلت له احنا هنتجوز بس على شرط واحد، كل يوم تصحى تعملي كوبايه شاي بلبن كل يوم، يعني ده كان شرطي الوحيد. محتفظ هو بالوعد ده ولا؟ بس هو فعلا الشاي باللبن بالنسبه لي، يعني لو انا مصدعه هشرب شاي بلبن فهحس ان انا كويسه، لو صحي عايزه افوق هشرب شاي بلبن، لو عايزه انام ومش جاي لي نوم هشرب شاي بلبن. فهو حاله، مش حاجه بتفوق او بتنيم، هو حاله بيديكي انت مود ربطاه كده. بان هو بيديكي سلام نفسي. اه قفشناكي بقى كاتبه في شهر 7 يوم 18 في 2018 سنجل وومن هابي وومن. قصدك ان الجواز خلي الست تعيسه يعني، ولا انت ايه اللي غير رايك بقى؟ لا اكيد وقتها كنت محبطه بشكل ما، يعني خلي بالك انا في العلاقات والحب والحاجات دي مش شاطره خالص، يعني انا شخصيتي مش اسهل حاجه. دايما بقول لهاني يعني لو ما كانش انت انا ما كنتش هتجوز، فهو غير مفاهيم كتير قوي عندي. طب انت ايه اول حاجه لما شفتيه شدتك ليه مثلا، او قلتي لا انا مقتنعه ان انا هعرف اكمل حياتي مع الشخص ده؟ عارفه لما تبقي متعصبه قوي وانا شخصيه كنت عصبيه كمان اكتر من دلوقتي، بتعصب قوي 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 قوي، اهدي نتكلم بيحتوي بالراحه، الموقف. بيعرف يحتوي. تلاقيه من انت شكلك هتكمل. في اكتوبر 2014 ياه شفت انا رجعت ورا قوي حاطه صوره انسيال كده وكاتبه من شر حاسدا اذا حسد. انت من الناس اللي بتقتنع قوي بقى بالحسد في كل حاجه، واي مشكله تحصل لك يبقى اكيد هو حسد ولا؟ لا يمكن وقتها كنت مقتنعه. خلي بالك انا شخصيتي بتابجريد بسرعه قوي. السنه اللي فاتت ما كنتش انا، السنه اللي قبلها واحده تانية خالص، فانا يمكن وقتها كنت مقتنعه بس دلوقتي لا. يعني ما بحطش دايما اللوم على الحسد، ممكن بيبقى ثالث رابع اوبشن. انت بتعشقي الرسم، وكمان كنت حاطه صوره زمان قوي في 2014 برضو لسلسله كلها احجار، وكاتبه عليها ميد باي مي ريل ستونز. عمرك ما فكرتي مثلا تفتحي مشروع للاكسسوارز دي، او ان انت تبيعي لوح مثلا ما دام انت بتعرفي ترسمي قوي او كده؟ ببقى عايزه اعمل كده بس بعد ما بخلص الحاجه بتبقى عزيزه عليا قوي، ما بقدرش. فاي حاجه انا عملتها باخدها في الاخر بخليها معايا، لان كل حاجه فيهم خرجت بوقت معين، باحساس معين، بمود معين، بحزن معين، فكل حاجه ليها الاحساس بتاعها اللي انا مش عارفه اتخلى عنه. يعني حاسه اللي هو لما بتبقي متضايقه ممكن تلجئي انك تعملي حاجه بايدك؟ يعني زمان كنت برسم، دلوقتي بقيت اكتر بكتب شعر. وما تقوليش اقول لك لا ده كنت لسه هقول لك كده حالا، تقولي لنا اي حته صغيره. فن الالقاء ده مش عندي خالص. مش لازم بالقاء، بس قولي لي حاجه انت فاكراها، شعر مثلا معين، حته صغيره فاكراها دايما معلقه في دماغك. رسالتي إلى غائب لم يعرفني بعد، سيصل حبي إليك مهما طال البعد، ستدركني وتدرك جنوني وقدر الحب في عيوني، ولكن أولا أريد منك وعد، لا تتأخر فوعدت نفسي كثيرا بملامحك، ولا تتعجل فلا أراك أبدا، وألا تصوم عن النساء فلا تنتبه إلي، وأن تعزز حبك فيكون لي أملا، أنتظرك وأعلم بوجودك، فحبي هو سبب خلودك، أنت لي ولكنك لا تعلم بعد، أنا وأنت بلا نهاية بلا بعد. طب ما انت شاطره قوي، تحفه يوم 6 نوفمبر 2017 كنت حاطه بوست بتقري كتاب اسمه موسم صيد الغزلان. ياه اشمعنى بقى كنت بتقري الكتاب ده بالذات؟ وقولي لي انت بتحبي القرايه وكده ولا ايه؟ وقتها كنت بحب القرايه، مش بقولك انا بختلف، دلوقتي بقيت اكتر ان انا احب اتفرج على حاجه. انا كنت بحب اقرا جدا جدا. طب قولي لي الكتاب ده كان بيحكي عن ايه ولا؟ لا مش فاكره. وحتى على فكره انا دي عندي مشكله، يعني حتى لو انا بتفرج على مسلسل او على فيلم لسه مخلصاه مستحيل مثلا اقول لك اسمه، مستحيل افتكر. فانا الحاجات عندي مواقف، يعني في مشهد معين عجبني هنا، في جمله عجبتني هنا، فالحاجات بتختصر في الاخر لنقط. طيب وقت الكورونا كنت انت واختك بتنزلوا تشالنجز كتير قوي وبتقعدوا تصوروا فيديوز وكده، انتوا في العادي لما بتزهقوا بتسلوا نفسكم بالطريقه دي؟ كان زمان بنتخانق، يعني لما نبقى زهقانين يلا نتخانق على اي حاجه او نفتكر اي حاجه. وقت الكورونا عشان كان وقت طويل قوي كنا احنا قاعدين في وش بعض، فخلاص بعد ما هنتخانق هنعمل ايه، فبقينا بنعمل فاهمه حاجات كتير، بنجرب حاجات كتير. انتوا مثلا من الاخوات اللي بتتخانق على اللبس بقى وعشان نزلت صوره قبل ما انت تلبسي لا لا الحاجه لا مش دي القصه خالص، يعني هي اصلا ملهاش قوي في السوشيال ميديا، ودي مش قصتنا. مش قصه ان هي لبست حاجه فاتصورت بيها، احنا قصتنا ان انا سامعه اختي جسمها اصغر مني شويه حلوين، فهي يعجبها حاجه فمش تلبسها، تاخدها تعملها مقاسها. فمره شفت بنطلون، والبنطلون ده كنت جايباه من بره مصر، وكانت البراند بتاعته ما فتحتش، يعني مش موجود في مصر اصلا. قلت لها ايه ده البنطلون ده حلو قوي ازاي، جميل كده ومش عارف ايه. قلت لها ده شبه واحد عندي، فطلعت مش مضيقاه مقصراه، شالت الباقي بتاعه. فانا لما لبسته بقى عامل زي البنتاكور، فاكره بتاع زمان ده،
فطلعت ان هي بتغير مقاسات الحاجات بتاعتي. واختي قبل كده بس الكبيره كنت لسه جايبه فستان ومبسوطه بيه قوي وكان غالي جدا، كان ابيض، غسلته مع حاجه حمراء. يا نهار ابيض، انت اخواتك بيدمروا لك والله. بيدمروه. الحمد لله سبتهم بقى وقاعده في بيتي دلوقتي، انا اللي باخد من لبس هاني. احنا كده خلصنا فقره كومنت، هنخش على الفقره الثالثه، شخصيتك فيرسز شخصيه انت عملتيها. نهله في الوصفه السحريه. نهله كانت 24 ساعه بتطبخ لجوزها وبتعمل اكل كتير. بسمه بقى برضو بتقعدي تفنني في الاكل ولا مكبره دماغك؟ لا مش مكبره دماغي خالص، بعمل اكل كل يوم. وايه اكتر اكله هاني بيحب ياكلها من ايدك؟ هو في العموم هاني بيحب قوي صينيه البطاطس باللحمه، دي اكتر حاجه بيحبها بيا او من غيري. نهله كانت ساذجه وطيبه قوي، حرام وعلى نياتها كده. انت ممكن حد يضحك عليكي برضو بسهوله ولا لا؟ اي حد ممكن يضحك عليه، انا لا اهتم. يعني انت بتضحكي عليا حلو، تضحكي لو عليا هتسيبيني اكمل بس انت عارفه اللي فيها. حتى لو انا عارفه انا برضو لا اهتم. انت لو خدتي بالك انا قلت لك انا بحب قعده الكنبه، فمش هتلاقيني بتاعت فرهضه اللي هو مش هنتخانق مش هنتناقش، لا يعني هسيب. حتى لو انت بتحوري هسيبك تكملي مش هوقفك. بتحبي تفصلي دماغك خالص، مش دعوه اه. بحاجه بقى. صحاب نهله هم اللي شجعوها تتطلق وخلوها تستقوى كده. انت كبسمه بتتاثري براي صحابك ولا ما بتسمعيش لحد؟ لا انا بسمعش لحد، يعني بسمع لامي، بسمع لاختي. في الاخر القرار دايما بيبقى من عندي انا في اي حاجه في حياتي. انا بحب ان انا اخد القرار عشان ابقى متحمله نتيجته. يعني انا حتى مع اصحابي ما بحبش ان انا ما بقولش رايي غير لو اتطلب مني. بس انت عايزه تتطلقي اوكي انا معاكي يلا نطلقك، انت عايزه تتجوزي يلا معاكي انا هجوزك، انا معاكي في قراراتك اللي انت هتاخديها بس مش هشجعك على واحد. نهله اهلها وجوزها كمان كانوا هم المتحكمين فيها، وهي كانت قطه مغمضه ما عندهاش اعتراض على اي حاجه. انت بتقبلي حد يتحكم فيكي ويمشي كلامه وكده ولا بتتخنقي من الاسلوب ده؟ زمان ما كنتش بقبل بحاجه زي كده خالص، وبعد كده اتجوزت بقى. فلما بتتجوزي نوعا ما لازم بيبقى الشخص اللي معاكي ده هيمشي رايه في حاجات، ولازم تتعودي على ان انتوا اتنين مش قرارك من نفسك. مع ان هاني برضو طلباته مش كتير الصراحه، بس لما بيعوز حاجه هي في حاجات ما بيغيرش رايه فيها، فدي لازم اضطر ان انا اعملها. قولي لي، لو نهله كانت صاحبه بسمه في الحقيقه، بسمه هتنصحها تقول لها ايه؟ ما كنتش هنصحها، كنت هسيبها تاخد القرار لوحدها. حتى كل المشاكل اللي حصلت لها دي هنور لها حاجات. امجد جوز نهله عمره ما حسسها بان هي حلوه، ودايما كان محسسها ان هي مقصره، يعني بيحملها الغلط في اي حاجه. انت لو جوزك بيعمل معاكي كده ممكن تتصرفي ازاي؟ هقول مش هعمل زي نهله ان انا هعدي الامور. انا عامه ما بعديش، حتى لو حاجه صغيره لازم اتكلم فيها، لان انا لو ما اتكلمتش انا قلت لك انا بشيل. هكتب بقى في النوت بوك امتى لو قلت وما اهتمتيش، هكتب بقى خلاص انا عملت اللي عليا كتبت. مامة نهله كانت شاكه ان امجد بيخون بنتها. انت مامتك برضو بتقعد تحذرك من الناس ويطلع عندها حق؟ امي دايما على حق في حياتها، لما بتقول على حد مش سالك او مش مظبوط بتطلع صح في الاخر. الا واحده بس صاحبتي قالت ان هي مش مرتاحه لها واحنا كملنا اصحاب وما حصلش منها اي مشاكل أو كده. لغايه دلوقتي. بسمة احنا كده خلصنا. ايه ده والله؟ خلاص كده، وانبسطنا بجد ان انت كنت معانا قوي النهارده. وانا كمان. قولي لي الحلقه عجبتك؟ قوي قوي لذيذه جدا. اتبسطتي؟ فضفاضه كده. الحمد لله، دي اهم حاجه. باي باي. باي.